بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خساره الاهلي النهارده من اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي، وكان باين جدا بالنسبه لي للاهلي خلاص خسر المباراه في نهايه الشوط الاولاني بسبب الهدف اللي دخل فيك في الدقيقه 43. طب ليه الاهلي بالنسبه لي خسر المباراه في نهايه الشوط الاولاني مع ان المفروض في شوط ثاني و45 دقيقه والنادي الاهلي قادر ان هو يرجع في المباراه؟ ببساطه النادي الاهلي خسر المباراه بالنسبه لي في نهايه الشوط الاولاني لان مفيش في النادي الاهلي لعيب على الدكه يقدر يصنع لك الفارق ويقدر يطور لك الاداء الهجومي في الشوط الثاني غير بيرسي تاو. وطبعا بيرسي تاو عنده مشكله كبيره جدا ان هو بياخد وقت طويل جدا عقبال ما يخش جوه المباراه، فانت بتنزله في الدقيقه 60 عقبال ما بيبدا يخش جوه المباراه ويشتغل الشغل الهجومي اللي يقدر يطور لك بيه الاداء الهجومي، تبقى المباراه خلصت اساسا. تاني حاجه، الاتحاد الافريقي وجه اكبر ضربه النهارده للنادي الاهلي باستبعاد موديست من قائمه النادي الاهلي النهارده قدام اتحاد العاصمه، لان النادي الاهلي كان في اشد الحاجه لموديست النهارده مكان كهربا في الشوط الثاني، كان في اشد الحاجه لمهاجم يقدر يطور لك الاداء الهجومي، كان في اشد الحاجه لمهاجم تقدر تعتمد عليه في الكرات العاليه في الكرات الثابته في العرضيات مكان كهربا. وده طبعا سبب رئيسي في التغييره الغريبه اللي عملها كولر في نهايه الشوط الثاني، ان هو راح منزل ياسر ابراهيم مكان كهربا ولاعب ياسر ابراهيم لعيب تاني او مدافع تاني جنب رامي ربيعه، وخلى بقى محمد عبد المنعم يلعب مهاجم لان اللاعب الوحيد اللي يقدر يعتمد عليه في الكرات العاليه في الكرات العرضيه في الكرات الثابته. فطبعا محمد عبد المنعم لعب مهاجم في نهايه الشوط الثاني لان النادي الاهلي ما عندوش مهاجم مكان كهربا، وبالتالي النادي الاهلي النهارده اكبر ضربه وجهها الاتحاد الافريقي ان هو استبعد موديست من قائمه النادي الاهلي. لما نيجي نتكلم بقى على رضا سليم، انا بالنسبه لي رضا سليم ما اقنعنيش خالص النهارده قدام اتحاد العاصمه. طبعا جماهير النادي الاهلي هتقول لي حرام عليك، ده لسه جاي، لسه اول مباراه وفي نهائي السوبر الافريقي، لازم تصبر عليه، لازم نديله فرصه عشان نقدر نحكم عليه. ولكن بالنسبه لي اللاعب الكويس بيبان من اللمسه، اللاعب الكويس بيبان من تصرفه في الفرص اللي بتجيله خلال المباراه، اللاعب الكويس بيبان من تصرفه في الكوره خلال المباراه عامه، مش لازم أن تكون فرصه. فانا النهارده رضا سليم ما اقنعنيش بامكانياته وما حسش ان هو لعيب عنده امكانيات كبيره يقدر يضيف للنادي الاهلي الفتره اللي جايه بسبب كورتين. الكره الاولانيه الكره اللي سندها له كهربا في نص الملعب في بدايه الشوط الاولاني، وكان في مساحات شوارع في دار اتحاد العاصمه، وكان لو لعيب سريع قادر يعمل لك كونتر اتاك بشكل سريع وقادر يستغل لك المساحات دي كان سهل جدا يعمل لك فرصه خطر، كان سهل جدا يبقى الهدف الاول للنادي الاهلي. لكن رضا سليم خد الكوره ببطء شديد جدا ومش الكوره ببطء شديد جدا يبين لك ان هو لعيب مش سريع خالص بالكوره، لعيب ما يقدرش يعمل لك كونتر اتاك سريع. دي طبعا الكره الاولى. الكره الثانيه الكره الفرصه اللي جات له في الشوط الاولاني، الكره اللي قطعها من كهربا وكهربا قعد على الارض قطعها بشكل كويس دخل ال 18 ولكن ضيعها بشكل غريب. اي لعيب تاني عنده امكانيات افضل من رضا سليم كان سهل جدا يحط الهدف دوت، كان سهل جدا يبقى الهدف الاول للنادي الاهلي، كان سهل جدا يحط الكوره ببطن رجله في الزاويه البعيده، هدف مؤكد للنادي الاهلي. ولكن رضا سليم حطها بشكل وحش جدا. لما نيجي نتكلم بقى على الاثنين لعيبه الجبهزه اللي عندنا، الاثنين لعيبه العباقره اللي عندنا اللي هو صلاح محسن وطاهر محمد طاهر. واحد زي صلاح محسن قلنا الحمد لله خلصنا منه الموسم اللي فات والنادي الاهلي طلعه عاره، وان شاء الله النادي الاهلي قرر يبيعه الموسم دوت. واحد زي طاهر محمد طاهر كنا عمالين ندعي ونقول يا رب طاهر محمد طاهر يطلع لو حتى عاره الموسم دوت من النادي الاهلي. تتفاجئ ان طاهر محمد طاهر النادي الاهلي قرر ان هو يستمر الموسم دوت مع النادي الاهلي وترجع صلاح محسن من الاعاره. الاثنين لعيبه دول اقسم بالله العظيم ما عندهمش اي امكانيات ممكن يدوها للنادي الاهلي تاني. اللعيبه دي لو كان عندها اي امكانيات ممكن تضيف للنادي الاهلي كانت ظهرت في الفتره اللي فاتت. واحد زي صلاح محسن بقاله 4-5 سنين لو كان عنده حاجه ممكن تضيف للنادي الاهلي، لو كان عنده حاجه ممكن تتطور وتضيف للنادي الاهلي كانت ظهرت في ال4-5 سنين. ولكن لعيب خد كميه فرص غريبه، لعيب يطلع عاره يرجع ياخد فرص تاني، لعيب يطلع عاره يرجع ياخد فرص تاني وما بيديش اي اضافه هجوميه للنادي الاهلي. واحد زي طاهر محمد طاهر بقاله 2-3 سنين في النادي الاهلي خد كميه فرص مع كل المدربين تقريبا ومش قادر يقنع
لا الجمهور ولا اي مدير فني ان هو يستحق يلعب في النادي الاهلي. لاعب زي النهارده زي طاهر محمد طاهر في كل كوره تجيله لا اما تطول منه ما يعرفش يستلمها، لا اما يضيع فرصه غريبه زي في نهايه الشوط الثاني وانت في عرض فرصه وفي عرض الكوره وفي عرض كل هجمه بتجيلك تلاقي لعيب زي طاهر محمد طاهر كل ما تجيله الكوره تتقطع منه، كل ما تجيله الكوره مش عارف يستلمها، تعدي من تحت رجله. دي لعيبه مش تديك حاجه، مش تعمل لك اي اضافه هجوميه، ما تستناش منها ان هي ترجع لك في المباراه او تصنع لك الفارق في الشوط الثاني. ودي اكبر مشكله واجهت النادي الاهلي النهارده في الشوط الثاني، ان انت ما عندكش لعيبه على الدكه تقدر تصنع لك الفارق، تقدر تطور الاداء الهجومي. ودي اكبر مشكله هتواجه النادي الاهلي الموسم اللي جاي. طبعا لو اتاخرت في النتيجه قدام اي فريق، لو لعبت قدام اي فرقه صعبه واتقدمت عليك، النادي الاهلي هيبقى عنده مشكله ان هو يطور الاداء الهجومي في الشوط الثاني، لانه ما عندوش لعيبه بديله، حتى نص اللعيبه اللي بتشارك بشكل اساسي او عندها امكانيات بتلعب بشكل اساسي. فدي اكبر مشكله هتواجه النادي الاهلي الموسم اللي جاي، ودي السبب رئيسي النهارده في خساره النادي الاهلي من اتحاد العاصمه بنهايه الشوط الاولاني بعد ما تقدموا عليك في الدقيقه 43.